عليكم ورحمة الله وبركاته. لا السلام عليكم. ده انا هبدأ بدأ سخن قوي الصراحة يعني. بسم الله اسمع مني الحتة دي بقى. بصوا بقى يا جدعان بقى، بادئا وقبل ذي بدء، اي واحدة ماشية في الشارع مش لابسة حجاب تبقى ست مش محترمة. هو نهار شمال من اول النهار، نهار شمال. زعلت مني؟ طب استنى تعالى وانا اقول لك ليه. تعال بص، في ناس بيبقوا نازلين من بيوتهم عاملين ايه، فاكرين نفسهم شرطة الاخلاق، اللي هو ايه، انا نازل اشوف مين بيعمل حاجة غلط علشان اخرق له عينيه. ليه؟ لان انا ما بغلطش، انا بعمل كل حاجة صح، انا خلاص يا باشا. وبعدين يعني احيانا بيبقى كبر السن فيزا، يعني انا سني كبير في السن شويه، فانا خلاص انا معايا فيزا، اعمل اللي انا عايزه، قول اللي انا عايزه، اقعد يا بت، شيل يا بت رجلك من على بعضها. ايه يا واد الجنان ده؟ وماشي تتحنجل كده، مفيش صباح الخير يا عمي. يا لا التسريحه اللي انت عاملها ديت، لا لابس ضيق ليه؟ خلاص بقى انا كبير في السن، معايا فيزا تصريح. ايه الغلطانه اللي انت فيها دي؟ الواقعه طبعا اللي احنا كلنا شفناها بتاعه الراجل الكبير اللي كان بيتخانق مع البت في المترو. مصحف ده ايه ده؟ مالك مالي؟ مالك مالي؟ ايه ماله مالك؟ مالك مالي؟ بتكلمني ليه؟ عشان هي حاطه رجل على رجل، وتقريبا يعني نسبه كبيره من الناس متفقه معاه، ونسبه برضو مش قليله من الناس ضده. بس الاعجب والاغرب في الموضوع ده، انا شفت اللقاء بتاع ابنه مع مذيعه كده كانت مستفزه زيه برضه، بتساله سؤال بصرف النظر عن كل الكلام اللي هو قاعد يقره ويقوله، هي المذيعه سالته سؤال، قالت له انتوا هترفعوا عليها قضيه؟ قال لا 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 لا، احنا مش هنرفع عليها قضيه، احنا نكتفي ان هي تعتذر له. كمان هي اللي هتعتذر له؟ يا خرابي يا جدعان. عمرو ده هو انت واقف مع البت ضد الراجل العجوز؟ اه حبيبي البت، انا واقف مع البت ضد الراجل العجوز. ولو انت مش مقتنع باللي انا بقوله او مش موافقني في وجهه نظري، الراجل العجوز ده طلع بعد الواقعه اللي هو عملها مع البت، قال ان كل ست ماسكه تليفون تاتش فهي ست مش محترمه. والست اللي هي المحترمه ما تشيلش تليفون تاتش. انت راجل كبير بقى، ما تخليناش نقل منك بقى. طبعا من ضمنهم الست اللي كانت بتصوره، كل ست شايله تليفون تاتش تبقى ست مش محترمه. مش عايز اقول كل اللي عندي عشان عيب. طبعا ده كلام فارغ وهبل، زي الكلام الفارغ اللهبل اللي انا بدات بيه الفيديو وما عجبكش، هو نفسه على فكره الكلام اللي هو اي واحده ماشيه مش محجبه تبقى ست مش محترمه، اهو على الاقل يعني اي واحده شايله تليفون تاتش تبقى ست مش محترمه. كلام فارغ وهبل. ايه الهبل ده اللي هو ايه؟ ما هو انتوا سكتوا. اصل احنا بص، يعني هو الراجل لقى ان الناس ايه، جزء من كبير منهم وقفوا معاه، فده راجل محترم وابن اصول ومتربي على الاصول، فقال لما يزيد بقى خلاص بقى ما خلاص. اولا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو وضع الرجل على رجل في الاسلام حرام شرعا؟ الاجابه لا. والرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابه في حديث صحيح ان الصحابه دخلوا عليه ولقوه حاطط رجل على رجل. تمام؟ ما دام وضعك للرجل على رجل ده هيبقى مش هيفضح عورتك، يعني هتبقى مستور وانت بتعمل كده، فما فيش فيها اي حرمانيه. طيب هتقول لي يا سيدي ان البت كانت قاعده في المترو ملط، ولما حطت رجل على رجل جسمها بان. مالكش دعوه، مالكش دعوه. انت مالك هو انت ربنا يا عم؟ انا بصليش، انت مالك يا عم؟ البت ملحده، انت مالك يا عم؟ انت مالك؟ هو زي ما انا قلت كده، انت احيانا في ناس بيبقوا شايفين نفسهم شرطه الاخلاق، انا نازل اربي الناس اللي في الشارع واتدخل في حياتهم الشخصيه عشان انا احسن منهم، انا علاقتي بربنا احسن منهم، انا متدين احسن منهم، انا شرطه الاخلاق، انا انزل اقول ده يعمل ايه وده ما يعملش ايه. وبعدين ايه لما ابقى كبير في السن؟ خلاص فيزا، احترام الكبير، خلاص يا باشا انا معايا فيزا انزل ارقع لكم صداقكم كلكم عشان انا كبير في السن. لا يا باشا انت غلطان. انا طبعا يعني المفروض البني ادم خصوصا لما يبقى على اليوتيوب وبتاع يبقى ناصح. ليه بقى؟ تمسك العصايه من النص او تشوف الرايجه بتعمل ايه وتمشي معاها. ما بعرفش اعمل الحركه دي، انا ما بعرفش غير ان انا اقول اللي انا مقتنع بيه. انا مش مقتنع ان البت غلطانه، انا مش مقتنع. لو يلوموها صورتيه ليه؟ واحده قاعده في حالها لقت واحد بيعتدي عليها لفظيا، لقت واحد بيعتدي عليها لفظيا وبيهاجمها، ذكيه طلعت التليفون صورت، ذكيه بتفهم ان هي لولا تصويرها ده ما كانش حد هيصدقها ولا كان حد هيصدقها.
ابنه طلع قال ان البت شتمت ابوه. طبعا البت لو شتمت ابوه تبقى غلطانه طبعا، ودي قله ادب. بس ممكن اسال بس سؤال، هي البت شتمت ابوه ليه؟ لو شتمته ليه؟ يعني كانت قاعده كده بعدين قامت جايه فجاه قالت للراجل انت جاي من ورا الجاموسه تربيني؟ اكيد لا. يعني ما هو مين اللي بدأ الخطوه الاولانيه؟ مين اللي عمل ستارت؟ مين؟ ما هو الحاج الكبير في السن. ما هي البدايه كانت عنده هو، لو ما كانش تدخل في اللي ملوش فيه ما كانش سمع ما لا يرضيه. البت غلطانه، بس مين اللي بدأ؟ بدايه كانت عند مين؟ للاسف البدايه كانت عند الحاج. ليه؟ لان هو كبير في السن، فيزا معاه، فيزا يعمل اللي هو عايزه، شرطه الاخلاق. والناس ده راجل محترم متربي على الاصول، ده راجل محترم انا ما غلطتش فيه، راجل محترم على دماغي ما غلطتش فيه، بس انت يا حاجه محترم انت تدخلت فيما لا يعنيك. فكانت النتيجه ايه؟ انك سمعت ما لا يرضيك. هي دي كانت النتيجه. لان انا بقى دلوقتي وانا ماشي بقى وفي الشارع في الدنيا اي واحده الاقيها بتعمل حاجه مش عجباني اوقفها ولا اقعد اتخانق معاها؟ ايه بقى ان شاء الله؟ ايه الكلام ده؟ يعني لو واحده ماشيه في الشارع دلوقتي من غير حجاب افتح الشباك واقول له اقعد اجعر فيها واقول لها انت ازاي ماشيه من غير حجاب؟ فرضا يعني. ما هي بقى ديت مش حاطه رجل على رجل، دي ماشيه مبينه شعرها. يعني هقول لها هنروح بعيد ليه؟ لو واحده ماشيه في الشارع لابسه جيبه اوقفها اقول لها انت ازاي ماشيه في الشارع لابسه جيبه؟ بصوا يا جماعه خلاصه القول عشان ايه؟ قرنا كتير قوي. مش من حق اي حد انه يتدخل في سلوكيات اي حد ما دام سلوكياته دي ما اذتكش باي شكل من الاشكال. انت قاعده حاطه رجل على رجل، حاطه رجلها فوق رقبتها، حاطه رجلها في بقها، ده موضوع مش بتاعك يا حاج، ده موضوع مش بتاعك. هي مش حاطه رجلها في وشك ولا حاجه، هي ما دخلتش المترو وقالت ايه ده في حاج لما احط رجلي في وشه. هي ما تعرفكش اصلا عشان تحط رجلها في وشك ولا تحط رجلها في قفاك، هي ما تعرفكش اساسا. حاجه يعني مش ممكن يا جدعان، ارحمونا بقى، احنا قرفنا يعني. ما تروحوا تعملوا فيها شرطه الاخلاق على الحاجات المهمه، على الحاجات اللي بجد. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش على الحاجات الكبيره. لا انما احنا ما بنتشطرش غير على بعض، احنا ما بنتشطرش غير على بعض. ما تكملش كلام.